ومن تباشر الفلاح أن الناس بدأوا يظهرون اهتماما أكبر بخطب الجمعة المقترحة ضمن خطة التبليغ، وتجمع تحليلات قواعد الذكاء الاصطناعي على إيجابية هذه الخطب. من المؤسف فعلا ما وصل إليه الشأن الديني بالمغرب من تكميم للأفواه وتشديد على المنابر عبر خطط سميت زورا تسديدا للتبليغ، أنكرها العلماء الراسخون وارتضاها لهم ذكاؤهم الاصطناعي الذي ربما بات اليوم مرجع العلم والفتوى. قرار التوقيف الذي علق عليه الصحفي في جريدة المساء 24 بالعيد كروم قائلا: حين يعاقب الإمام على الدعاء لغزة ويكرم طوطو على المنصة، في إشارة إلى أن القرار جاء بالتزامن مع الرسالة التي وجهها الخطيب المعزول إلى المغني طوطو بعد سهرته المثيرة للجدل في مدينة القنيطرة، حيث انتقد حريته في نشر الكلام البذيء والسلوكيات المنحرفة في مقابل التضييق على أصحاب الجلابيب البيضاء والطرابيش الحمراء، في إشارة إلى الخطباء وما يعانونه من تضييق. صدمة قوية تلك التي تلقاها مرتاد مسجد الغفران بحي الوفاء بالقنيطرة بعد توقيف الخطيب الدكتور مصطفى قرطاح بعد سنوات من خدمة المصلين الذين أحبوه كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا.